احسن طريقه تبدا بها باش يتزادك السفل للمبتدئين والرجال وعيالات اللي كبار في اللاج. بروغرام ديال 15 يوم الاول انت ولا انت اللي سنين هادي ما تحركتوش وبغيتو تبداو، هذه هي الفرصه. النهار الاول نتمشى واحد 25 دقيقه بارك عليا وغير بريتم خفيف. النهار الثاني نتمشى 2 دقائق غير بشويه ودقيقه نزرب فيها حتى نكمل 25 دقيقه. هنا كنعلم الجسم ديالي باللي بدينا واحد الحاجه اللي جديده عليه. النهار الثالث نخدم الظهر والكرش، العضلات اللي غادي يساعدوني على الجري نقويهم ونصيفط لهم الاكسجين. النهار الرابع ندير بشيت فولي 30 دقيقه وير بشويه عليا ونختمها بستريتشينغ. النهار الاول في السيمانه الثانيه نخدم على اللياقه البدنيه ونبدا بالتمرين. الا بغيتي لياقه بدنيه مزيانه خاص ما يكونش عندك نقص في ثلاثه ديال الحوايج: قوه التحمل والمرونه والليونه والسرعه والرشاقه. نخدم هاد التمارين اللي عطيتكم دقيقه ونرتاح 2 دقائق. النهار الثاني نقوي عضلات ديال الارجل اللي غادي يعاونوني بزاف في الجري، وهاد التمارين نشطوا لي عضله ديال القلب وكيعطيوني ليونه في الحركات وكيقللوا لي من خطر الاصابات وكيحسنوا لي من سرعه انتقال السوائل والاكسجين والمواد الغذائيه للعضلات. وهاد التمرين ديال التوازن مزيان للناس الكبار، كيقوي لي حتى الاربطه والاوتار وما كتبقاش تخوي بك رجليك وطيح مع العظم كبير دغيا تهرس. وهذا الشيء اللي ما بغيناش نقويوهم باش ما تخواش بين رجلينا وما نطيحوش. النهار الثالث نتمشى بشويه نبقى غادي وكنهز الريتم حتى نوصل للحد الاقصى ديالي ونتمشى عادي دقيقه ونعاود هاد التمرين 15 مره. النهار الرابع ندير بشيت فولي علاش قديت، حيت السيمانه الثالثه بهذا البروغرام نكون هيئت الجسم ديالي ونبقى غادي ديما وكنزيد دقائق حتى نوصل للساعه ديال الجري ونبدا ديك الساعه البروغرام ديال المسافات الطويله. وما تحقرش راسك كيف ما كان العمر ديالك وتهلا في صحتك باش تهلا فيه.